شيفاستا. ازيكم يا شيفستات يا حلوين؟ شيفاستا هتعمل معاكم النهارده طريقه العصاج، لانه بيخش طبعا في كذا اكله معروفه زي المكرونه البشاميل والجلاش واي حاجه بنحشيها باللحمه المفرومه تقريبا، فلازم نكون عارفين طريقه العصاج الاصليه. شيفاستا. لو عايزة تعرفي أسرار الشيف وتطبخي بكل سهولة، اشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس. مع شيفاستا كل الستات شيفستات. المكونات: نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلتين متوسطين، طماطميتين متوسطين، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب وحبهان بودرة. اول حاجة على نار عالية بجيب الطاسة بتاعتي وفيها معلقة كبيرة من الزيت واحط عليها معلقة كبيرة من السمنة وبسيبهم لحد ما يسيحوا على نار عالية. ممكن اعمله بالسمنة بس بفضل ان انا اعمله بالسمنة وبالزيت عشان ما يمسكش معايا قوي لما احطه في اي اكلة. هحط بصلتين متوسطين مفرومين ناعم، ممكن تعملهم متقطعين بس انا بفضل ان هم يكونوا مفرومين عشان بعد كده ما يبانوش قوي معايا في اللحمة، وممكن حد يكون مش بيحب البصل. عندي مقدار نص كيلو من اللحمة المفرومة بحطها على البصل. انا عملت قبل كده العصاج كذا مرة حطيت اللحمة المفرومة الأول على السمنة تتشوح وتتغير لونها، وبعدين حطيت عليها البصل بحيث ان البصل يحتفظ بنكهته القوية. مرات تانية عملت ان حطيت البصل الأول بس يدبل شوية وبعدين حطيت عليه اللحمة زي ما انتم شايفين كده. الاتنين زي بعض مفيش اي مشكلة. لما اللحمة لونها يتغير بالشكل ده بحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود وبقلب كويس أوي. عندي بقى ربع معلقة صغيرة من الحبهان البودرة وربع معلقة صغيرة من جوز الطيب. في ناس كتير قالت لي جوز الطيب دي حرام ومسكرة وكده، بس أنا يعني شفت شيوخ كتير وسألت وهي مش حرام، بس زي ما تحبي، حابة تحطيها حطيها، مش حابة مفيش مشكلة. عندي طماطميتين متوسطين الحجم ضربتهم في الخلاط مع ربع كوباية مية وحطيتهم على العصاج بتاعي وحطيت عليهم حوالي ربع كوباية مية كمان عشان العصاج يستوي ويبقى كويس. بغطي عليه وبسيبه لحد ما يشرب ميته تماما. طبعا في ناس بتعمل العصاج من غير طماطم، حابة ان انت تضيف الخطوة دي بتديه طعم وريحة ولون جميل قوي. لو مش حابة خطوة الطماطم مفيش اي مشكلة ان انت تستبدليها بنص كوباية من المية عشان اللحمة بتاعتي تستوي، مش اكتر من كده. بسيبه لحد ما يبرد وبعدين في اي طبق فويل عندي او حابة تحطيه على طول في الكيس بتاع التلاجة وبتفرزيه في الفريزر لأي وقت تحتاجيه تطلعيه على طول، مجرد بس ان هو يفك او تسخنيه على النار وتحطيه بقى في المكرونة البشاميل، في الجلاش باللحمة المفرومة، في البطاطس المحشية لحمة مفرومة، في أي حاجة، أو في السمبوسة حتى بتحتاجي كمان فيها العصاج. بغلفه بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده أو بحطه في كيس التلاجة على طول، بيقعد معايا فترات طويلة جدا جدا. جربوه وقولولي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم فيديوهات شيفاستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.